السلام عليكم. عيد الأضحى قرب وكمان الصيف على الأبواب. هنشتري فريزر، يعني هنشتري فريزر، لكن هنشتري الفريزر الأدراج ولا هنشتري الفريزر الصندوق؟ زي ما كلنا عارفين ان وظيفة الديب فريزر ان احنا من خلاله بنخزن الأكل بالأيام والأسابيع والشهور بدون ما يتغير تماما. يعني زي ما بنحط الأكل بنيجي نخرجه بعد فترة سواء صغيرة أو كبيرة بيكون بنفس الحالة بتاعته. ومن خلال الشرح اللي هنقوله دلوقتي حضراتكم هتقدروا تقرروا تشتروا الفريزر الادراج ولا الفريزر الصندوق. على سبيل المثال اول حاجه هنقولها ان الفريزر الادراج بيكون منظم تماما في التخزين بتاعه. يعني سواء حضرتك بتخزني مانجا او لحوم او فراخ او ايا كان نوع الاكل اللي بتحطيه، فهنحط كل اكله في الدرج بتاعها منظمه، هنحطها بسهوله، هنخرجها بسهوله بدون اي مجهود. اما المشكله هنا لو خزنا الاكل في الفريزر دي فريزر الصندوق، مع احترامنا طبعا ان بياخد كميه اكبر، لكن هنحط السمنه فوقها الفراخ فوقها اللحمه فوقها المانجا، لما نيجي نخرج الحاجه اللي تحت اللي موجوده في الفريزر من تحت هتكون متعبه وهتاخد مجهود مننا كبير. فطبعا الفريزر الادراج بيكون منظم عن الفريزر الصندوق. اي فريزر صندوق مهما كان مقاسه كبير او صغير، ماركته الكتروستار، الاسكا، كريازي، وايت ويل، ايا كان الماركه، سعره غالي او سعره رخيص فبيكون تلج. مفيش فريزر في السوق صندوق ما بيكونش تلج، لازم هيكون تلج. اما الفريزر الادراج ففي منه ماركات تكون تلج وفي منه ماركات ما بتكونش تلج. الماركات اللي بتكون تلج هتلاقي سعرها رخيص شويه في رينج ال 12000 وال 13 وال 14000. اما الاسعار الاغلى من كده هتكون ماركات ما بتكونش تلج. بنحذر اي حد لما يجي يفصل الفريزر عشان يسيح التلج، في بعض الناس بتكون مستعجله شويه تقوم جايبه سكينه او مفك وتقعد تشيل في التلج ده. الحاجه اللي احنا بنعملها دي بتاذي الفريزر لابعد درجه وممكن تبوظه لنا ونضطر ان احنا نجيب الشركه تصلحه لنا. الفريزر الادراج مقاسه بيكون من 60 ل 65 سم، يعني المطبخ كبير المطبخ صغير احنا عارفين مقاسه، فبالتالي بنحطه في المكان اللي احنا عاوزينه. اما الفريزر الصندوق فله مقاسات كتير من اول 60 سم في 60 اللي هو العرض بتاعه، في بقى ال 80 والمتر والمتر و20 والمتر و50 فيما فوق. فما ينفعش يكون انا مطبخي صغير واجي اشتري فريزر صندوق يكون المقاس بتاعه كبير، مش هلاقي مكان احط الفريزر فيه. الفريزر الادراج بيكون سعره اغلى لان بيكون فيه سخانات وفيه مروحه عشان تكوين التلج، بيمنع تكوين التلج. اما الفريزر الصندوق ما بيكونش فيه الخاصيه دي، فبالتالي بيكون سعره ارخص من الفريزر الادراج. وبنلاحظ ان في بعض الفريزرات الادراج بنلاقي فيه باب جرار، والباب الجرار ده عشان لما نفتح الباب بتاع الفريزر التبريد كله ما يخرجش، فبنلاقي ان في باب جرار بيمنع خروج التبريد من الديب فريزر. اما بالنسبه للفريزر الادراج ففي بعض الشركات اللي بتصمم الادراج بتاعه الفريزر بيكون مقاس الادراج كله واحد. في بعض الشركات بتعمل كام درج كبير وكام درج وسط وكام درج صغير. الافضل لحضرتك كعميل ان انت تشتري الديب فريزر الادراج بتاعه الفريزر كلها متساويه. طب هتفرق في ايه؟ اول حاجه لو مسكنا ديب فريزر الدرج بتاعه كبير زي ده وحطينا فيه اي اكل لحوم او مانجا او فراخ او ايا كان، هيخلي وزن الدرج تقيل جدا. طب لما الفريزر ده يشتغل والبلاستيك بتاع الدرج ينشف، هنيجي نشد الدرج مره واتنين ممكن يكسر معانا. فالافضل حتى لو الادراج بتاعته مش مقاس واحد ان احنا ما نملاش الدرج للاخر ونخلي وزنه معقول، لان البلاستيك بيكسر مع درجه التجميد اللي بيوصل ليها الفريزر. والافضل من ده وده ان احنا لما نشتري فريزر نبص من تحت نشوف هل تحت الدرج في رف ولا مفيش. اولا الرف ده هيفيد بحاجتين. اول افاده للرف ده ان هو هيشيل وزن الدرج معانا علشان الدرج ما يكسرش. تاني حاجه ممكن ان احنا نستفيد من الرف ده ان احنا نخزن عليه. في بعض الناس بتعمل طرط وبتعمل حاجات زي كده، او ايا كان الاكله ممكن نشيل الدرج خالص ونحط مكانه الرف ونخزن عليه مباشره بدون الدرج. بعض الماركات بتاعه الفريزر الادراج ممكن تتحول من فريزر لثلاجه او العكس،
ودي موجوده في بعض الماركات. لو الخاصيه دي تهم حضرتك ففي السوق شركات بتعمل الخاصيه دي، ممكن تسال عليها لو هتستفيد منها. بعض الماركات برضه بتغير فتحه الباب، يعني الفريزر اللي قدامنا ده بيفتح بالطريقه دي. طب لو باب المطبخ بيضايقنا او اي جهاز كهربائي او الفريزر محطوط في زاويه والفتحه دي مش هتناسبنا، احنا عاوزين الفريزر يفتح من الناحيه دي، فممكن في الفريزر نغير المفصله نحطها من هنا لهنا ونعكس المقبض ونفتح الفريزر بالعكس. دي موجوده في بعض الماركات. لو الخاصيه دي تهمكم او تصميم المطبخ بالطريقه دي ممكن تسالوا عنها، هتلاقوا بعض الماركات بتنزل الخاصيه دي. في الفريزر الادراج هنلاقي بعض الادراج فيها فتحات من تحت، الفتحات دي ميزه وعيب. الفتحات دي لما تكون موجوده في الادراج دي بتوصل التبريد للاكل بسرعه، بحيث ان التبريد يوصل لكل الادراج بسرعه والاكل يستفيد منه. طب العيب في ايه؟ لو احنا حطينا مثلا حاجه سوائل حطيناها في عمى بتجمد بتاخد ساعه واتنين، فممكن تنزل ميه على الحاجه اللي تحتها، او لو الفريزر فصل معانا فتره ممكن درج يسقط على الدرج اللي تحته ميه ويبدا يأذي الحاجه اللي تحتها بالطعم او بالريحه. دي بعض خصائص الادراج والمواصفات في الفريزر الادراج. بالنسبه للفريزر الصندوق عايزين نقول حاجه اخيره عليه. بعض الفريزرات واحنا بنشتريها نخلي بالنا، في بعض الفريزرات بتنزل فيها لمبه وبعض الفريزرات بدون لمبه. في بعض الفريزرات بتنزل بالثبت اللي احنا بنحط فيه الاكل، وفي بعض الفريزرات بتنزل من غير الثبت ده. ولو الثبت ده مش موجود مش مشكله كبيره، الثبت ده يا جماعه بيتباع بره في المحلات. حتى لو احنا الفريزر اللي احنا شارينه جاي فيه واحد بس ممكن نشتريه من المحلات اللي بره ثبت واثنين وثلاثه ونبدا نخزن عليه وننظم الدنيا افضل من كده. دايما حضراتكم بتدعمونا وبتقدموا لنا دعم كبير، نتمنى ان التفاعل بتاع حضراتكم يزيد في الفتره اللي جايه. الفريزرات الادراج والصندوق قدمنا عنها معلومه سريعه، نتمنى نكون فدناكم. في بعض ماركات فريزرات ادراج وفريزرات صندوق متميزه جدا. لو حضرتك بتشتري فريزر ادراج ومحتار تجيب ايه الماركه الافضل ابعت لنا في الرسائل. لو حضرتك عاوز تشتري فريزر صندوق ومحتار ابعت لنا في الرسائل، هنقول لحضرتك افضل الماركات هنا وافضل الماركات هنا. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومه جديده. السلام عليكم.